يعني ايه؟ ماليش حق اسالك كنت فين ومع مين وبتعمل ايه بره البيت لحد دلوقتي؟ لا طبعا حضرتك من حقك تسألني. طيب وانا من حقي ما اجاوبش. بس انا ابوك. انا عارف انك ابويا، فايه بقى؟ يعني مسؤول عنك، عن تعليمك، عن تربيتك، ان اطمن عليك انت واخواتك واوصلكم لبر الامان. ابوك يعني كلمتي هي الاولى والاخيره في البيت واللي اقوله يتنفذ. ليه بقى؟ ليه لازم؟ ليه كل حاجه لازم تتنفذ؟ الادوار دي مين اللي حددها يعني؟ ابويا طلع لابوك كده، وانا لقيت ابويا كده، وانت لقيتني كده، وانت هتلاقي ابنك كده. انت بتقول ايه يا ابني؟ المجتمع بتاع العلوم السياسيه. المجتمع بيتغير يا بابا، المجتمع على ايامك غير المجتمع على ايامي. يعني حضرتك من حقك مثلا انك تمنعني دلوقتي ان انا اخرج؟ طبعا لو انت عندك اعتراض. لو مش هيضايق حضرتك يعني انا ما عنديش مشكله تبقى اب، بس ليه سلطه؟ انا سلطه؟ سلطه. ما طالما اوامر وكل حاجه لازم تتنفذ تبقى سلطه. يعني ليه حضرتك وانا في السن ده تتدخل في اداء تفاصيل حياتي؟ سن ايه يا ابني؟ ده انت لما تكون متجوز ومخلف تفضل العيل اللي شلته على كتفي طول عمري، طول ما انا في البيت ده وانا اللي بصرف وهدومك دي انا اللي جايبها. اسمع كلامي. مفيش فايده. طيب لو انا سبت حال الاداره يبقى من حقي ما اصرفش عليكم؟ لا يا بابا، المجتمع النهارده يجبرك تصرف علينا. يجبرني؟ مش في قانون ونظام اجتماعي يلزموك انك تصرف علينا النهارده؟ يلزموني. يعني انا مجبر اصرف عليك ومش من حقي اسالك انت رايح فين وبتعمل ايه مع مين لحد دلوقتي؟ حضرتك مش بتصرف عليا عشان تتحكم فيا. الجاكيت ده انا جبته لك وانا في المانيا، كنت ماشي شفته متعلق وشفتك فيه. محدش اجبرني، ولا المجتمع ولا الحكومه ولا اي حد. الحب بس هو اللي خلاني اجيبه لك. اتفضل حضرتك، عيش بحريه.